العقاب والعواقب. لو ابنك عمل حاجة غلط ورحتي عاقبتيه، مش هيعمل الغلط ده عشان هو خايف من العقاب، بس هو هيوقفه فترة وهيرجع يعمله تاني عادي خالص بعد فترة. لكن لو قعدتي معاه وفهمتيه ايه هي العواقب بتاعة الغلط اللي هو عامله ده، هيفكر بعد كده قبل ما يعمل الغلط ده. احنا اوقات كتيرة جدا بنخرج عن شعورنا، ومفيش اوقات بيبقى عندها طولة البال انها اول ما يعمل غلط تفضل تجيبه وتقعد وتتكلم معاه وتقول له اصل ده غلط واصل العواقب كذا. لو عدت علينا مرة مش هتعدي كل مرة. على الاقل لما تقعدي وتهدي او يبقى عندك القدرة، اقعدي وتكلمي معاه وقولي له التصرف اللي انت عملته ده تصرف غلط، لان العواقب بتاعته كذا وكذا وكذا وكذا. ساعتها هو هيفهم ده، هيفكر قبل ما يعمله بعد كده. لو نفترض ان انت قلتي له عواقب الموضوع ورجع كرر الغلط تاني، ساعتها بقى هنبدأ نعمل العقاب. وساعتها ممكن تعملي حاجة لطيفة جدا، ارمي الكرة في ملعبه، اديله 10 دقايق وقولي له خد 10 دقايق فكر في عقاب مناسب وتعالى قول لي ايه هو. هيبقى هو اللي اختاره، كمان هتحمليه نتيجة افعاله او هتخليه يتحمل المسؤولية او مسؤولية افعاله في ان هو دلوقتي بيتعاقب عشان احنا فهمناه الغلط ورجع كرره وعمله تاني. وافتكري دايما it's never too late.